إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال ابن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولكن عذاب الله شديد، فلأجل ذلك أذهب عقولهم وأفرغ قلوبهم وملأها بالفزع، وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار. وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهنالك يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الأهوال يا عباد الله ما هي إلا لعظم عذاب الله عز وجل ولشدته، كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآية عن عذابه بأنه شديد، وأخبر سبحانه وتعالى في آيات أخرى بأنه عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين. فهو يوم يا معاشر المسلمين، يوم عسير على الكافرين غير يسير. عسير يا عباد الله لكثرة أهواله وشدائده، ولهذا يقول الكافرون: هذا يوم عسر. ولا شك يا عباد الله أن من قرأ كلام الله عز وجل وعلم عظم أهوال ذلك اليوم العظيم وشدة عذاب الله سبحانه وتعالى يحرص على النجاة من ذلك. فاعلم يا عبد الله أن من أعظم الأمور التي تكون لك أمانا يوم القيامة من عذاب الله الشديد الأليم العظيم المهين، والتي بها يا عبد الله يرفع شأنك عند الله سبحانه وتعالى في يوم تشخص فيه الأبصار. إن هذا الأمر أن تأتي ربك سبحانه وتعالى بقلب سليم يا عبد الله، لأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسمعتم يا عباد الله؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع في ذلك اليوم مال. فاحذر يا عبد الله أن تعتقد بأن مالك سيقيك من عذاب الله عز وجل لو افتديت به. والله لو افتديت بملء الأرض ذهبا ما يقيك ذلك عذاب الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هكذا يا عباد الله يود المجرمون لو افتدوا بأموالهم ليقيهم الله سبحانه وتعالى عذابه الشديد، ولكن هيهات
فإنه يقال لهم: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. هذا هو جزاؤهم يا عباد الله، فلا تقيهم أموالهم عذاب الله عز وجل ولو افتدوا بها. وهكذا أيضا لا ينفعك يا عبد الله أهلك ولا أولادك يوم لا ينفع مال ولا بنون. إنه يوم القيامة، كيف ينفع فيه هؤلاء؟ ولا يمكن أن ينفع أحد أحدا، ولا يمكن أن يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى إنها النار. يا عباد الله، كيف ينفع ذلك؟ كيف ينفعه ولده وأهله؟ والحقيقة يا معاشر المسلمين أن يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا علمت حفظك الله أنه لا ينفعك في ذلك اليوم لا مال ولا بنون، فاعلم أن الذي ينفعك أن تأتي ربك جل وعلا بقلب سليم، قلب سليم قد سلم من كل شبهة تخالف خبره ومن كل شهوة تخالف أمره ونهيه، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: هذا لتعلم أخي المسلم أن حقيقة سيرك إلى الله عز وجل والدار الآخرة إنما هي بالقلوب لا بالأبدان. وصدق من قال: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. وقد قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: وأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. هذا ما يدعو العبد إلى الحرص على سلامة قلبه وصلاحه والاجتهاد في تزكيته وتنقيته مما يمرضه ويعطبه، فضلا عن الذي يميته. فاجتهدوا رعاكم الله في سلامة قلوبكم من الأمراض التي تفتك به، اجتهدوا رعاكم الله في صلاح قلوبكم، فإن سيركم إلى الله جل وعلا حقيقة إنما هو سير القلوب. ولتعلموا حفظكم الله أن ما يرومه كل واحد منا من صلاح قلبه لا يتأتى له إلا بالسلامة من أمرين عظيمين. أما الأمر الأول وهو السلامة من الشرك بالله عز وجل، من الشرك بالله صغيره وكبيره خفيه وجليه. لا صلاح للقلوب يا عباد الله إلا بالسلامة من الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال الإمام ابن القيم وهو يتكلم عن القلب: ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. فالموحدون هم أسعد الناس بصلاح قلوبهم، وهم أسعد الناس في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. وأما الأمر الثاني فهو السلامة من الشهوات والشبهات، هذه هي التي تمرض القلب. وصدق ابن القيم لما قال: وجماع أمراض القلب أمراض الشبهات والشهوات، هي التي تمرضه يا عباد الله. الشهوات التي تخالف أمر الله ونهيه، والشبهات التي تخالف خبره تمرض القلوب. ولقد ذكر الله جل وعلا القلوب المريضة بالشبهات والشهوات في كتابه، قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض، هذا مرض الشبهة. وقال جل في علاه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة وهي شهوة الزنا في هذه الآية. يا معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل واحرصوا على سلامة قلوبكم، احرصوا على سلامة قلوبكم واجتهدوا في ذلك ما دام الأمر يتعلق بالنجاة يوم القيامة، بالسلامة من عذاب الله الشديد لمن أتى الله بقلب سليم. وتعلموا رعاكم الله أن قلوب الناس تختلف، وهي على 3 أنواع لا رابع لها. أما القلب الأول فهو القلب الحي الصحيح السليم، هذا القلب الذي ينفع صاحبه يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى وينجيه من عذابه الشديد الأليم. وأما القلب الثاني فهو بضده يا عباد الله، هو القلب الميت، قلب ميت صاحبه يا عباد الله لا يعبد الله عز وجل ولا يتبعه في أمره ونهيه ولا فيما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، قلب منغمس في الشهوات،
ولا يبالي بما يسخط ربه جل وعلا ويغضبه. أصحاب هذا القلب قد توعدهم الله عز وجل بالويل وبالعذاب الشديد. قال جل في علاه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال جل وعلا متوعدا لهم بعذاب جهنم والعياذ بالله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، هي القلوب القاسية الميتة يا عباد الله، أعاذنا الله جل وعلا منها. وأما القلب الثالث فهو قلب وسط بين القلبين السابقين، وسط بين القلوب الحية والقلوب الميتة، هو القلب المريض يا عباد الله. فيه حياة نعم، ولكن فيه علة ومرض، فله مادتان تمده هذه مرة وتمده هذه مرة، وهو لمن غلب عليه منهما. فيه حياة بسبب إيمانه وإخلاصه وتوحيده وتوكله على الله، هذه مادة تمده بالحياة. وفيه أيضا اتباع لشهواته وإثارها وحرص عليها، كما أن فيه الحسد والكبر والعجب، وهو مادة هلاكه وعطبه. فهو بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إلى ما غلب عليه منهما. فإن غلبت عليه الصحة كان مع القلوب الحية الصحيحة السليمة، وإن غلب عليه العلة والمرض كان مع القلوب الميتة القاسية. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه القلوب الثلاثة، يعني القلوب المريضة والقلوب الميتة والقلوب السليمة الصحيحة الحية. جعل قلوبنا والمسلمين كذلك يا عباد الله. وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم في قلوبهم مرض. هذه هي القلوب المريضة، والأخرى قلوب قاسية هي قلوب ميتة يا عباد الله. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذه القلوب التي أخبتت هي القلوب الحية الصحيحة السليمة التي تنفع العبد إذا أتى بها ربه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر المسلمين، إني موصي نفسي وإياكم بالحرص على النظر في قلوبنا والتمعن فيها للعلم أي القلوب أهي قلوب ميتة أم هي قلوب مريضة أم هي قلوب سليمة صحيحة حية. أمر يؤكد عليه، ولماذا الوصية به؟ يا عباد الله، إن الواحد منا قد يمرض قلبه وهو لا يعرف ذلك، بل قد يموت قلبه وهو لا يشعر بذلك والعياذ بالله. ولهذا قلبوا النظر في أنفسكم وفي أعمالكم وفيما يصدر منكم، فإن لصحة القلب وحياته وموته ومرضه علامات يعرف بها حال القلب مما يظهر عليك يا عبد الله. أما علامات القلب المريض الذي صاحبه لا يبالي بحدود الله سبحانه وتعالى، بل يقدم محبوباته وشهواته على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فإذا كان حالك كذلك، إذا تعارضت لك محبوباتك وشهواتك مع ما يحبه الله ويرضاه فقدمت الأولى، فقلبك مريض يا عبد الله. وأما القلب الحي الصحيح السليم فمن علاماته أن يكون هم العبد كله لله عز وجل، حياته كلها لله سبحانه وتعالى، أعماله لله وقصده لله، حتى نومه ويقظته لله سبحانه وتعالى. أصحاب هؤلاء القلوب لا يفترون عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا دخلوا في عبادة من العبادات ذهبت عنهم همومهم وغمومهم، ووجدوا في تلك العبادة سرور قلوبهم، فيفرحون بذلك فرحا عظيما. فميزوا يا معاشر المسلمين بمثل هذه العلامات بين قلوب مريضة وقلوب ميتة وقلوب حية. هذه الأخيرة هي التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وأن يراقب حاله دائما، وأن يعالج قلبه، وأن يحرص على مداواته من أي مرض وقع فيه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا،
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما وضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا في هذا الحديث أنه ما من داء إلا وأنزل الله جل وعلا له دواء وشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وحث نبينا صلى الله عليه وسلم على التداوي من كل الأدواء، حتى من أدواء القلوب وأمراضها، ما يدعونا يا عباد الله إلى الحرص على مداواة قلوبنا من أمراضها وأدوائها. وقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى مداواتها واتخاذ أسباب علاجها، حين أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يحيي الأرض بعد موتها، فهو قادر أيضا على إحياء القلوب الميتة، فضلا عن القلوب المريضة، فتصير قلوبا حية صحيحة سليمة. في قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال بعض أهل التفسير: القادر على إحياء الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على إحياء القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا رعاكم الله في مداواة قلوبكم إن وجدتم فيها مرضا من الأمراض، سواء كان مرض الشهوة أو مرض الشبهة. داووا قلوبكم يا عباد الله لتنجوا يوم القيامة من عذاب شديد وأليم وعظيم ومهين. أرأيتم يا عباد الله لو أن واحدا منا أصاب قلبه مرض عضوي حسي كانسداد بعض مخارجه أو ضعف نبضاته، كيف يسارع إلى الأطباء، بل ويجتهد في اختيار الأكفاء وينتقل بين المستشفيات ولا يبالي بإجراء العمليات. إن المرض الذي نتكلم عنه يا عباد الله أولى بالاهتمام، وأولى من ذلك المرض الحسي الذي قد يهتم به العبد اهتماما عظيما. داووا قلوبكم بتزيينها بزينة الإيمان واستشفوا من أدوائها بالقرآن وكثرة ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. وتجنبوا رعاكم الله الفسوق والعصيان، فإن المعاصي من أعظم ما يمرض القلوب. وعليكم بالاستعانة بربكم سبحانه وتعالى والتوجه إليه بسؤاله أن يصلح قلوبكم وأن يجعلها سليمة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله صلاح قلبه. فلقد كان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ويقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. فيا عباد الله، اسألوا ربكم جل وعلا واحرصوا على ما ينفعكم لصلاح قلوبكم. وإذا غفلتم عن هذا الأمر العظيم فإنكم ستستيقظون من غفلتكم في يوم عظيم لا يمكن الرجوع عنه يا عباد الله. إنه يوم القيامة، وما أدراكم ما يوم القيامة. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا ربنا اجعلنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها قلوبا صحيحة حية سليمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نقي قلوبنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع.
اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم يا رب نسل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين، وقهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.